بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا كنت بسمع أصوات جاية من أوضة ابني، وأنا ما كنتش عارفة ده إيه، بس كنت متأكدة إنه الصوت ده أنا سمعته قبل كده. قررت إن أنا أفتح الباب، ولما فتحت باب أوضة ابني ولما فتحت الباب بشوف ابني. كنت شايفاه ابني الصغير، وما كنتش متخيلة إنه يقدر يعمل حاجة زي كده. عمري ما فكرت إنه ابني كبر ويقدر يعمل حاجة زي دي. وفضلت واقفة زي ما أنا بشوف هو بيعمل إيه، وافتكرت إنه جوزي وجوده في حياتي زي قلته. فجوزي كان كل اللي فارق معاه الشغل، ما كانش مهتم بيا خالص. وأنا وقتها كان عمري 43 سنة. فضلت متجوزة جوزي لمدة 15 سنة، وبعد كده أنا طلبت منه الطلاق عشان كان وجوده زي ما قلتلكم زي قلته. وفي الوقت اللي اتطلقت من جوزي كان وقتها ابني عنده 13 سنة، وهو الوقت عنده 18 سنة. ومن يوم ما شفت ابني أنا دخلت سكة ما كانتش سكتي، ولا كنت أصلا بقرب منها، ولا أعرف ليها طريق أو أقرب من حاجة زي كده. بس عملت كل ده بسبب اللي كان جوزي، وفضلت على الوضع ده لحد اليوم اللي حكيت عليه، لما سمعت ابني وهو بيتفرج في أوضته. ما هو الحاجة دي كنت عارفاها، عشان أنا كنت بتفرج على الحاجات دي. بقيت بعملها أنا وابني. وبعد ما عدى سنة على الوضع ده حسيت قد إيه أنا مش أم كويسة. قلت إزاي سمحت لنفسي إن أنا أعمل حاجة زي كده، ومع مين؟ مع ابني. حسيت بصراحة بتأنيب الضمير. فكرت أصلح علاقتي بابني زي أي أم وابنها، لكن هو أول ما سمع الكلام ده ابني اتحول خالص، وما بقاش زي زمان إنه هو يحترمني. لأ، ده هو ما تقبلش الفكرة خالص، وقال لي انتي أول واحدة شجعتني إن أنا أعمل حاجة زي كده. الوقت فكرت إن انتي أمي. أنا اتصدمت من ردة فعله. أنا عارفة نفسي إن أنا غلطت، وأنا اللي وصلت لابني يعمل كده، وإنه هو ما يحترمنيش. بس أعمل إيه؟ أنا وقتها فكرت في نفسي وبس، وما كانش عندي احتمال إنه هيحصل زي كده. وأنا بصراحة ندمانة جدا ومش عارفة أعمل إيه. وأنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أصلح علاقتي بابني زي أي أم وابنها، وإنه هو يحترمني ويسمع اللي أنا بقولهوله. يا ريت اللي يعرف حاجة يقولي أعمل إيه وأتصرف إزاي في المشكلة اللي بيني وبين ابني.